ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده تورته. بجد التورته سهله جدا وبسيطه. مش ببالغ خالص في كلامي، لكن بجد التورته دي تحفه. التورته دي هتعملها لو انت عندك بقى بنوته كده وعايزه تفرحي بيها وتعملي لها عيد ميلاد. بجد هي هتنبسط جدا قوي من التورته دهيت. التورته ديت رغم ان انتوا تشوفوها صعبه، لكن بجد التورته دي سهله جدا. هنعملها بتزيين بسيط. يا ريت تكملوا معايا الفيديو لغاية الآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. يلا نروح مع بعض على المقادير بتاعتنا. هنعمل الكيك بتاع التورتة دي كيك شوكولاتة، والحشو برضه هيكون حشو شوكولاتة. أول حاجة هجيب 3 بيضات يكون حجمهم كبير. هكسرهم في بولة العجان. في التورتة برضه بتاعتنا أنا هستخدم دي اسبونشي جاهز. حطيت 3 بيضات يكونوا كبار. حطيت ربع كوباية مية، معلقة خل. حطيت 400 جرام دي سبونش جاهز. ولو البيض عندك صغير نحط 4 بيضات. يبقى حطينا 4 بيضات لو هو حجمهم صغير. لكن لو هو حجمه كبير يبقى 3 بيضات، معلقة خل، معلقة محسن، 400 جرام دي سبونش جاهز. تمام، وفانيليا عشان البيض. بعد كده بنسيبهم يتخلطوا كويس جدا في العجان لمدة 10 دقايق لغاية ما القوام يوصل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. عشان انا عايزاه كيك شوكولاته، والدقيق اللي عندي دي سبونج فانيليا. فانا ضفت عليه معلقه كاكاو خام. تمام كده، بصوا سهله جدا الكيك بتاعنا ده، مفيش اسهل منه. ولا هنفصل بياض عن صفار ولا الكلام ده كله. انا بشجع تملي الدقيق الاسبونج الجاهز، بيريح بجد كتير وبيبقى طعمه بجد حلو جدا. بقلب العجان كده عشان الكاكاو يتخلط كويس جدا. بعد كده هكون مجهزة بقى صينية مقاس 24، مبطناها بورق زبدة، بفرد عليها الخليط بالشكل دوت. طبعا بنكون مجهزين الفرن بنسخنها كويس. وبعد كده لو الفرن عندك عالية جدا، خلي الكيك معاكي على درجة حرارة 180 أو متوسطة، يعني حسب الفرن بتاعتك. تملي بحب ان انا اخبط الصينية بالشكل دوت عشان تطلع يعني المسام بتاع الكيك حلو. طلعت الكيك بعد ما استوى بالشكل دوت. هنبدأ بقى نحشي التورتة بتاعتنا. هبدأ أشيل ورق الزبدة ده كان تاني يوم. ما بحبش تملي أستعمل الكيك في نفس اليوم، بحب أكون عاملاه بالليل وتاني يوم بسيبه لغاية ببدأ بقى يعني أحضر الكريمة ونبدأ نقشر الوش بالشكل ده. وبعد كده بنبدأ نحشيها. بصوا أنا شلت الوش، والوش ما بيتشالش كتير، يا دوبك بس طبقة خفيفة. بمنشار او بسكينة جاتو ابدأي بقى قطعي الكيك بتاعك. بصي الكيك طري ورطب حلو جدا. انا قطعتهم 3 طبقات. بعد كده بقى هبدأ اجلس. انا كنت مجهزة بقى كريمة الشوكولاتة. انا هعمل معاكم الكريمة اللي هنعمل بيها التغليف من بره، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا بدأت اعمل بقى ازقي بجناش بخففه بشوية لبن. وبعد كده بزقي بيه الكيك. بضيف بقى كريمة الشوكولاتة. ببدأ اغلف كويس بيها الكيك بالشكل دوت. وبكون برضو مجهزة جناش بحشي بيه التورتة. هبدأ احط الطبقة التانية، هي اتكسرت مني بس برضو مش هيجرى اي حاجة في الحشو، ما يعني مش بتعمل اي حاجة. رصيتها بالشكل ده، وبرضو اديت طبقة الجناش اللي احنا مخففينه. وبعد كده بفرد طبقة كريمة برضو بالشوكولاتة. طبعا لو انت حابة تحطي كريسبات او مكسرات في الحشو تمام. حسب يعني العميل ما بيطلب منك التورتة، وحسب انت حابة تعمليها لأولادك ازاي. يعني اللي متاح عندك والمتوفر. بحط طبقة كريمة كويس. وبعد كده حطيت برضو جناش. بدأت بقى اضيف الطبقة التالتة، بضغط عليها ضغطة خفيفة علشان لما نيجي نقطع التورتة تبقى متساوية معانا. حطيت طبقة كريم، بس انا هلم بس فتافيت الكيك كده اهوت. وبعد كده بقى هنضرب الكريمة اللي احنا هنغلف بيها. بصوا يا دوبك بس بلم الفتافيت بتاعة الكيك بالشكل ده. هنجيب بقى العجين وهنضيف فيه حوالي ربع كوباية سكر. وحطيت كوباية مية ساقعة متلجة.
وبعد كده ضفت حوالي ربع كوباية يعني حطينا كوباية وربع مية وربع كوباية سكر، وحطيت كوباية كريمة تكون اللي هو المج بتاع الشاي العادي ده عشان الفستان بس بتاعها. والحشوة اللي هي تبقى خارجية من بره. ضربنا بقى الكريمة بالشكل دوت لغاية بقى ما خلصت، بدأت أعبيتها في القمع دوت. أنا بحب أغلف بالكيس اللي هو العادي أو بقمع الكريمة بالشكل ده. بحط البلبلة اللي هي الواسعة وببدأ أعمل كده في الكريمة، يعني أعمل عصور كده هوت أغلف بيه التورتة خالص. حقيقي بيساعد في تجليس التورتة، ما بيتعبش، ما بيبينش مثلا يعني الحشوة اللي هي بتبقى بتاعة الشوكولاتة اللي هي كريمة الشوكولاتة، وبتغلف معاكي بسرعة جدا. هملاها كويس جدا، مش هسيب اي فراغات طبعا عشان تحتيها تجليس برضو بالشوكولاتة فيبقى مغطي معايا الكريمة البيضة. بجيب بقى سباتولا. بصي مجرد ما انا عملت السباتولا التجليس بيبقى ناعم وسهل جدا، يعني بصي ما بيتعبكيش. في فرق كبير جدا ما اللي انت تحطي بالمعلقة، وفي فرق ما اللي انت تحطي بقمع. لو مش متوجه يعني مش موجود عندك قمع ممكن تحطي بكيس اللي هو كيس السندوتشات العادي جدا. باخد كل مرة الاسباتولا واروح شطفاها واحط يعني اظبط بيها بالشكل دوت. ولو بقابلني اي حتة تكون كاشفة من الكيك برجع احط لها كريمة تاني. بعد كده بسويها بالشكل دوت. كده خلصت عندي. بعد ما انا خلصتها كده جبت بقى شوية كريمة عشان نعمل الفستان بتاعها. عندي اللي هو الالوان اللي هي الجل، كان لون بامبا. فاخدت نقطة كده عشان مش حابة يعني اللون يبقى فاقع قوي، انا حباه يبقى اللون الروز الدرجة اللي انا هوريها لكم دي. طبعا انت بتبقوا متحكمة في درجة اللون. دي العروسة اللي كنت هعملها يعني التورتاية. حطيت لها عود خلة كده في الظهر بتاعها، لزقته بسولو تيب عادي، وبعد كده ثبتها بالشكل دوت. وهو لفيت على جسم العروسة ورق سلوفان عادي. بعد كده ثبتها على التورتة. جبت بقى حرف سكينة، بدأت أعمل علامة كده عشان توريني يعني أظبط معايا الفستان. جبت بقى قمع النجمة. بدأت أعمل بيه الشكل دوت. بصوا نركز مع بعض، هي سهلة جدا. أنا بعمل حركة دائرية بالقمع بتديني رسمة الوردة الجميلة دي. بصوا يمكن واضحة لكم أكتر كده. برجع بقى الصف التاني بعمل برضو حركة دائرية فوق بعضيهم بالشكل دوت. بصوا بجد بتبقى جميلة جدا. باخد يعني بمشي على نفس الاتجاه اللي أنا قسمت بيه الفستان بتاع العروسة عشان يطلع مظبوط معاكي. باجي من عند الحرف برضو ببدأ أعمل كده. بسيب مسافة بسيطة جدا بين الوردة والوردة عشان أقدر ألف فيها الوردة بتاعت الفستان. يعني بصوا بسيب مسافة بسيطة جدا وبرجع ألفها بالشكل ده. يا ريت تكون واضحة لكم. لو بقابلك بقى يعني أي حتت فاضية كده هوت وانتي بتعملي الوردات دي هنحط لها برضو وردة صغيرة فهتنطق وتخلي الفستان بجد جميل جدا معاكي. بصوا اهو انا بدأت احط كده الوردات الصغيرة دي بتخلي الفستان حلو. هبدأ بقى أكمل باقي الفستان لغاية ما أخلص لغاية الآخر. لو حابة تغيري لون الفستان ممكن لون بامبا، لون لبني، لون أخضر، برضه هيبقى حلو جدا. لو ما عندكيش الألوان الجل اعمليها بكريمة بيضة برضه هتبقى جميلة جدا معاكي. بصوا أنا بدأت كده خلاص قربت أخلص الفستان تقفيله. بصوا اي فراغ صغير بنحط فيه وردة صغيرة جدا فبتدي شكل حلو معاكي. بعد كده بقى بدأت اعمل اللي هو بنفس القمع بس النجمة اللي هي الصغننة جدا الظهر بتاعها. غلفت الحمالة بتاعة الفستان ويعني الفستان كده بالشكل دوت لغاية فوق. بدأت اعمل نجوم صغيرة قوي عشان تخلي الفستان بتاعي حلو. بعد كده بقى هنجيب بقى نفس النجمة اللي احنا عملناها في الفستان من ورا، هبدأ ألفها بالشكل دوت.
بصوا بحركة دائرية، واحنا بنثبت ايدينا الاول وبعد كده بنلف القمع، بيديكي شكل الوردة اللي انت شايفاها. يعني انت لو حابة تتعلمي الوردة، ثبتي مثلا الفيديو دقيقة واحدة، هتلاقي ايدك بدأتي ان انت تاخدي فكرة، وبدأتي ان انت تقدري تتعلميها بسهولة، لان هي فعلا مش صعبة خالص. بصوا كده انا خلاص خلصت الوردات كلها بتاعت الفستان، بس باخد حوالين يعني بصي حوالين الرجل كده بغطي بيها ايه الوردة، عشان يبقى كل الفستان عندي متظبط. لو في اي فراغ صغير بنحط فيه اللي هي النجمة الزغنطوطة دي، بتدي شكل حلو جدا. بعد كده حبيت ان انا اعمل سور صغير بالكريمة البيضة، يدي شكل حلو معايا. لو انتي حابة تسيبيها كده تمام، بس دي بتخلي التورتة بجد بتنطق. وحددت برضو الحرف من فوق بنجمة صغيرة، نفس القمع هو انا ما غيرتش اي حاجة فيه. بس انتي تقدري تتحكمي في القمع، سكان تعمليه الوردة كبيرة او صغيرة. بصوا دي برضو الناحية التانية حوطت برضو بالشكل دوت. بصوا انا كده خلصتها النجمة خالص، فادت شكل جميل جدا معايا. لو انتي حابة تسيبيها كده تمام، انا حبيت ان انا احط لها شوية كريسبات عشان ينطقوا معايا التورتايه. بصوا تورتايه بجد تحفة. لو انتي عندك بقى عيد ميلاد بقى بتاعت بنوتك كده هوت، وحابة ان انتي تفرحي بيها وتعملي لها تورتة، التورتة دي بجد اشجعك ان انتي تقومي تعمليها، تورتة سهلة جدا. بصوا هي كده خلصت معايا وبقيت بالشكل الجميل دوت. يا ريت تكون عجبتكم زي ما هي عجبتني، ويا ريت فيديو النهارده تكونوا استفدتوا منه وعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. استنوني الفيديو القادم. باي باي.